تستعملوا بزاف هاد لي لامب غيون الترا فيولي باش نشفوا الاظافر ديالكم مورا لا بوز دو بيرمانونت ولا لو جيل. تبعوا هاد لا فيديو حتى الاخر. دراسة نشروها مؤخرا باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو اللي درسوا في المختبر تأثير الأشعة الفوق البنفسجية الصادرة من هاد لي لامب على خلايا الإنسان. وبينات هاد الدراسة أن هاد الأشعة تؤدي إلى موت الخلايا البشرية وظهور طفرات مماثلة للطفرات اللي تنشوفوا في سرطان الجلد عند الإنسان. وبينات هاد الدراسة أن جلسة واحدة ديال 20 دقيقة هاد الأشعة يمكن تقتل 20 حتى 30% ديال الخلايا الجلدية، وإذا كان التعرض ل3 جلسات متابعين ديال 20 دقيقة الأشعة يمكن تقتل 65 حتى 70% ديال الخلايا الجلدية. واخا باقي خاص دراسات أخرى باش تبين لنا تأثير هاد الأشعة على المدى البعيد، الوقاية تتبقى أساسية. دونك قبل ما نعرضوا الآيات ديالنا لهاد لي لامب نستعملوا واقي شمسي الارج سبيكتر SPF 30 او بلس، ولا كاريمون نستعملوا دي غون اللي يكونوا مقطعين اسو نيفو اللي يحميو لنا الجلد ديالنا. ورغم كاع هاد الاحتياطات ما نساوش ان الطفل حتى هو معرض لهاد الاشعه ويمكن يطور واحد النوع نادر ديال السرطان ديال الاظافر. انا في نظري احسن اوبسيون تتبقى اننا نتفاداو لو ماكسيموم بوسيبل هاد لي لامب، نخليو الاظافر ديالنا ينشفوا اليغ ليبر ولا دوفان ان فونتيلاتور. علاش لا سي فوز دي زاديبت ديال لي مانيكور نستعملوا لي فيرني كلاسيك. بيزو ديرماتولوجيك.